السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ألف مبروك للعريس والعروسة. إن بالنسبة لأم العروسة فهي طالق بالثلاثة وتروح من القاعة لبيت أهلها. أهلا متابعينا وإخواتي متابعين قناة رأي عام، يا رب كلكم تكونوا بخير جميعا. مفاجأة مدوية كشفت عنها أم العروسة اللي تم تطليقها يوم فرح بنتها. بس قبل الكلام دوت، هو كان مين فينا يتصور إن ده يحصل في فرح بنت من بناتنا؟ وكسرة نفسها وكسرة فرحتها في يوم زي ده مين؟ اليوم ده اللي ما بيتكررش في العمر لو استمرت الحياة مستقرة غير مرة واحدة. مين فينا كان يتصور ان يحصل لبنته كده؟ او يحصل مع بنت من بناتنا احنا كده؟ طب مين فينا يتصور ان واحدة مفارقة على بيت عيلة جديدة تدخل ما بينهم بالكسرة دي من تصرف غير مسؤول، من اللي المفروض يكون ظهر وسند بعد ربنا في الدنيا دي؟ مهما كان الخلاف ما بينك وما بين زوجتك، كان يستحق منك ان ده يحصل لبنتك حتى لو كانت متعاطفه مع والدتها؟ ده كان طبيعي؟ اكيد لا. والله الواحد بجد حزين على البنت اللي لسه في بدايه حياتها، ويعني بتمنى ان اسره جوزها يكون العوض وسند ليها بعد ربنا، وان الموقف ده ما يتقالش في كل موقف او خلاف لا قدر الله يحصل. ربنا يهدي سركم يا رب ويبعد عنكم كل شر. الزوج في الفرح امام الحاضرين والمدعوين في مشهد غريب اثار الجدل واستغراب كل اللي كانوا موجودين والحاضرين وكل من شاهدوا الفيديو بعد الفرح. ام العروسه كشفت في تصريحات صحفيه انها بالفعل منفصله رسميا عن زوجها منذ اكتر من سنتين، وان اللي عمله في الفرح دوت هو كيد منه لاولاده والام ولاده من اجل احداث فضيحه وافساد فرحتهم في حفل اسفاف بنته. يعني ام العروسه قالت انها بتعمل ممرضه وانها من مدينه الروضه بمركز فرسكور بمحافظه دمياط، وانها ام العروسه التي تبلغ من العمر 22 سنه، وقالت انها كانت بتعاني على مدار سنوات مع والد ابنائها، وقالت ان في كتير من المشاكل ما بينهم الا انها انفصلت عنه رسميا بتاريخ 24 يوليو 2020 بقسيمه طلاق رسميه، وانها فضلت انها تفضل مع اولادها بمنزل الزوجيه بجانب ابنائها من اجل استكمال رعايتها لهم، وانها تقوم بدورها كأم، خاصة وان ابنتها كانت على وشك الجواز، وكان والدهم صاحب الواقعة متزوج وله حياته الخاصة بعيدا عنهم. وقالت حسب كلامها لتصريحات صحفية ان الاب دائم الخلافات مع اولاده لتمسكهم بامهم يعني، والوقوف بجانبها نتيجة معاملة الاب السيئة لاولاده وليها، فقام بعمل فضيحة ليهم امام المدعوين من اصدقائهم ومن اسرة العريس والمعارف لافساد فرحتهم. واختتمت كلامها انه بتقول هو غار من كل ان استطعت ان اربي ولادي بعيدا عنه ودون الحاجة اليه. الام اشارت في الموضوع دوت الى ان قسيمة الطلاق معاها وقدمتها لجهة عملها باحدى المستشفيات الحكومية ليتم اعفائها من نبطشية السهر لكونها مطلقة وترعى ابنائها، وانها سيدة منتقبة وتعمل على تربية ابنائها في صمت، بعيد عن ان الزوج اللي وصفته بالاناني. اما العروسه اللي تعرضت لكسرة النفس وافساد فرحتها بسبب تصرف ابوها في حفل زفافها، فقال شهود عيان عن الواقعه ديت بين الحضور اللي كانوا موجودين في الفرح والمدعوين ان العروسه انهارت تماما بعد ما سمعت كلام والدها في الفرح، وشعرت بضيق شديد بسبب تصرف والدها. الغريب وانا نفسي والناس مستغربه، في اب في الدنيا يعمل في بنته كده انتقاما من والدتها مهما كان الخلاف ما بينهم ايه؟ هسيب الرأي ليكم في التعليقات. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من فواجع الاقدار ومن سوء التصرف ومن غصة القلب وضيق الشعور وكسرة النفس. اللهم امين يا رب العالمين. حاجة مؤسفة فعلا بجد وحاجة محزنة. عموما شكرا جدا ليكم على المتابعة، ولو وصلتم معايا لاخر الفيديو
اتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو اول مره بتشرفوني يا ريت تعملوا اشتراك وتفعيل زر الجرس في القناه. شكرا جدا ليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.